في قلب هونج كونج الزحمة، معلم الفنون القتالية قاعد في نص الشارع بيعمل حركة فتح حوض صعبة جدا وسط ذهول الناس حواليه. وو كان هادي ومسيطر على جسمه رغم العرق اللي نازل من وشه، وفي الوقت اللي كان طفل صغير بيقرب منه عشان يديله آيس كريم في لقطة بريئة، فجأة الدنيا اتقلبت. مجموعة رجالة هجموا وسط الزحمة وزقوا الولد وهم بيطاردوا واحد اسمه مستر لي. وو ما استناش، قام من وضعية فتح الحوض وبدأ يتحرك بسرعة وبدقة رهيبة، ورغم إنه من غير سلاح قدر يوقع دستة رجالة مسلحين بضربات قاضية في ثواني. مستر لي حاول يديله فلوس عشان يشكره، بس وو رفض ومشي في هدوء واختفى وسط زحمة المدينة. بعد دقايق 3 عربيات سودة فخمة حصروه، ونزل منهم راجل لابس بدلة شيك وفي إيده سيجارة. وو ركز في وشه وعرف إنه جونج أخوه بالتبني اللي ما شافوش من سنين. المقابلة كانت مؤثرة وحضنوا بعض، وجونج عزموا على العشاء في بيته. وهم بياكلوا الكلام جاب سيرة المعلم العظيم اللي رباهم. وطلع فازة صغيرة فيها رماد وبلغوا أن معلمهم مات. الخبر نزل على جونج زي الصاعقة وقعد يعيط بحرقة. بالليل جونج كان بيتفرج على وو وهو بيتمرن ولمح حاجة رجعت له ذكريات قديمة ووجع. وو كان لابس الجزمة الحديد. اللقطة دي فكرته باليوم اللي اترفض فيه من بيت المعلم بعد ما اتهموه بسرقة الجزمة دي بالذات. جونج كان طول عمره بيحلم يتعلم ضربة الركلة الحديدية، بس المعلم رفض، ومن ساعتها عاش في الشوارع لحد ما شق طريقه واشتغل مع مستر فو، وهو راجل مفترس وعنده نمر بياكلوا لحم أي حد بيخونه. تاني يوم جونج أخد أخوه لشركة الأمن الخاصة بتاعته وفرجوا على الحراس اللي بيتدربوا تدريبات قاسية جدا. الحراس في شركة جونج كانوا شغالين استعراض عضلات ودقة في التمرين عشان يبهروا الكل. وفي الوقت اللي وو كان بيراقبهم في هدوء، واحد من رجالة جونج دخل بخبر مهم. مستر لي وصل وعاوز يعين حارس شخصي. جونج ما ضيعش وقت ووقف أحسن رجالته في طابور عشان يبهر الملياردير، بس ولا واحد فيهم لفت نظره. وفجأة حصلت حاجة ما حدش توقعها. كلب قعد ينبح جامد من قفص قريب. مستر لي بص لقى وو قاعد جنبه وبيلعب معاه بمنتهى الهدوء. اللقطة دي كانت كافية جدا. مستر لي شاور على وو وقال أنا عاوز ده هو اللي يحميني. وهم راجعين القصر مستر لي بلغوا إنهم لازم يعدوا تعدية سريعة. بنته في في واخدة على السهر والمشاكل في النايت كلاب، وفعلا أول ما وصلوا لقوها سكرانة طينة وحواليها 2 رجالة بيحاولوا يقربوا منها بزيادة. البنت ما سكتتش وكسرت إزازة على راس واحد فيهم، والموضوع كبر بسرعة والرجالة حاولوا يجرجروها، بس أبوها دخل في الوقت المناسب ووقفهم. واتقدم بمنتهى الثبات وببوكس واحد متين وقع الراجلين في مكانهم. بعد ما رجعوا القصر مستر لي نيم بنته في سريرها بحنان وطلب من السواق يوديه اسم الشرطة. تاني يوم الصبح في صحيت وراسها هتنفجر من الصداع ومش فاكرة حاجة، بس الصدمة الحقيقية ما كانتش في التعب، كانت في وو اللي كان قاعد في المطبخ بيعمل حركة فتح حوض كأنه بيفطر. البنت صرخت من الخضة وحاولت تكلم أبوها بس ما ردش، ولأنها متعودة إن الفلوس بتحل كل حاجة طلعت محفظتها وعرضت على وو فلوس عشان يمشي ويسيب البيت. بس وو ما تهزش ولا رمش له جفن، ولما لقت الفلوس ما نفعتش راحت جابت مسدس وثبتته بيه، بس برضه وو ما خافش. ومع الوقت فهمت إن الراجل ده مش هيتحرك من مكانه، ولأن وو ما بيسوقش اضطرت هي اللي تبقى السواق بتاعه. السكوت فضل مستمر بينهم لحد ما وصلوا مول تجاري، وأول ما جه يدخلوا في لمحت ست بتتعرض للمضايقة، ومن غير تردد دخلت وضربت الراجل بالقلم على وشه. الحركة دي بدأت مطاردة والراجل جري وراها، فجريت في ناحية وو وهي بتصرخ وتطلب المساعدة، بس هو وقف مكانه وما اتحركش. قال لها إنه هيحميها بس بشرط إنها تعتذر له الأول على تهديدها ليه بالمسدس قبل كده. في اضطرت تبلع كرامتها وفي الآخر نطقت بالاعتذار، وفي اللحظة دي وو تدخل بمنتهى الهدوء والشراسة، مسك المتحرش من قميصه وحذره بجدية مرعبة إنه لو ما اعتذرش هيلاقي نفسه بيطير في الهواء. بالليل الهدوء سكن القصر، بس وو صحي على صوت جرس. ده جزء من نظام إنذار يدوي هو اللي ركبه بسلك في الجنينة، وفعلا في ناس اقتحموا المكان، بس الصوت كشفهم قبل ما يقربوا. المهاجمين لما عرفوا إن عنصر المفاجأة ضاع هربوا في الضلمة. تاني يوم وهم بيتغدوا في مطعم وو فجأة مسك ايد الجرسونة وهي بتصب النبيذ وزعق لفي
لفي بلهجة حادة جدا وقال لها ترمي الكاس من ايدها فورا. صاحب المطعم ظهر بمنتهى الهدوء وشرب من النبيذ واعلن انه نضيف وما فيهوش حاجة، والكل سكت وبصوا لوو باستحقار. في حست بالاهانة والغيظ وجريت على الحمام وقعدت تعيط. وهي في الحمام وفاكرة انها لوحدها، وو دخل عليها وشالها رغم صراخها وخرج بيها، والناس اللي بره افتكروه بيخطفها. 3 رجالة حاولوا يوقفوه، والهيصة دي خلت في تهرب من ايده، بس ما لحقتش تفرح لان في عصابة كانت مستنياها وخطفوها وطلعوا بيها على فان. وو اول ما استوعب اللي حصل بدأ يطارد الخاطفين وحاولوا يوقفوه، بس هو قضى عليهم واحد ورا التاني وبدأ يطارد الفان وهي طايرة في المدينة. وو نط فوق سقف الفان وهي ماشية، والسواق قعد يميل بالعربية جامد عشان يوقعه، وفعلا وو وقع في الشارع بس ما استسلمش وكمل مطاردة على رجليه وهو بيفادي العربيات في الشوارع. في الاخر قص قدام الفان وجبر السواق يقف. السواق داس بنزين عشان يدوسه، بس وو نط لقدام وضرب ركلة قوية كسرت الزجاج القدامي ووقفت العربية مكانها. سحب في من ورا وهرب بيها وهي في حضنه، ولما هديت وبدأت تاخد نفسها سألته عرف منين ان الجرسونة كانت بتمثل. وشرح لها ان الكونغ فو بيقوي الحدس مش بس القوة، والتنكر ممكن يخدع العين بس المقاتل بيقدر يقرأ الناس من التفاصيل الصغيرة زي لغة جسمهم وتعبيرات وشهم، ودي حاجات ما بتتزيفش. بالليل وقبل ما تنام في طلعت صورة قديمة لعيلتها، وكانت قصة منها صورة أبوها في حركة تمرد صغيرة، بس فضلت بصة كتير لوش أمها اللي فقدتها من سنين ولسه الوجع جواها. في الوقت اللي كان فيه وو قاعد لوحده بيفكر وبيفتكر معلمه وهو عيل صغير أهله رموه وسابوه للموت في الغابة، وكان جسمه متدمر وتقريبا ما بيفطرش ما بيتنفسش، بس المعلم لقاه وعالجه وعلمه كل حاجة. الكونغ فو بالنسبة له ما كانش مجرد خناق، ده كان طريق وهدف، ومن ضمن المهارات اللي اتعلمها كانت 108 ركلة حديدية، ودي ورثة قليلين اللي يقدروا يتعلموها. زمان جون كان عايش مع المعلم، وهناك العيلين قابلوا بعض واتمرنوا وبقوا إخوات. بعد كام يوم جونج عزم وو يزور مقر شركته الجديد، وهو بيفرجه على المكان قال له ببساطة ان من بكرة وو مش محتاج يحمي بنت مستر لي تاني. وو وقف وقفة متينة ورفض امر جونج المفاجئ انه يتخلى عن واجبه، بس جونج اللي طموحه وعظمته كبريائه عموه صمم ان النجاح له تمن، وتحدى وو في مبارزة. وو ما كانش عاوز يضرب اخوه واختار انه يدافع عن نفسه بس، فكان بيفادي ويصد الضربات من غير ما يردها. بس جونج ما بقاش الولد اللي كان يعرفه زمان. الغل ملأ قلبه وبدأ يضرب وو بقوة اكتر عشان يستفزه ويخليه يضرب بجد. في الاخر وو ما لقاش حل غير انه يرد، والمعركة بينهم كانت شديدة. جونج سنان بس وو كان اقوى وادق ومنظم اكتر، وسنين التمرين خلت حركاته زي السكينة، ضربة ورا ضربة لحد ما جونج وقع على الارض متهان والغيرة بتاكل في قلبه، وصرخ في وو وقال له ان من اللحظة دي هو مش اخوه. وهو راكب العربية جنب في وو قعد يفكر في كلام جونج اللي فكره بكلام سمعه زمان. ابوه نفسه قال له نفس الجملة قبل ما يختفي من حياته، ان النجاح محتاج تضحية. وفي دلوقتي هربانين ورايحين لمعسكر هادي على الشط، وده أأمن مكان فكر فيه عشان يخبيها لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. وهم ماشيين على الرمل في سألته عن الجزمة الحديد، حكى لها انها جزء من تمرينه، وكل جزمة وزنها 25 كيلو، ولابسهم بقاله 8 سنين من غير ما يقلعهم، ومش مسمح له يقلعهم غير بعد 10 سنين عشان تمريناته تكتمل. ولأن الوقت كان فاضي في طارت منه يعلمها حركات كونغ فو، وفي المقابل هي هتعلمه السواقة. والأول مرة بدأوا يقربوا من بعض وبدأت تتكون بينهم علاقة مبنية على ثقة والفضول. في مكان تاني قصة جونج بتكمل. بعد ما المعلم طرده قضى سنين في الشوارع بيدخل في خناقات ما بتنتهيش. خلال مواجهة عنيفة مع رجالة فو، جونج وقف وقفة متينة وقدر يقضي على كل واحد فيهم، وده لفت نظر فو. ومن اليوم ده فو ضمه لرجالته وبدأ يعامله كأنه ابنه. جونج بقى دراعه اليمين وبقى ينفذ كل المهمات القذرة من غير ما يسأل. ودلوقتي وفي الوقت اللي وو في مستخبيين فيه، جونج بينفذ مهمة تانية وسلم مستر لي لفو. من 15 سنة فو كان هو المسؤول عن موت مرات لي، ومن ساعتها ولي عايش وعارف ان فو هيجي يوم ويغدر بيه. قضى سنين يجمع أدلة ومستندات عشان يوقعه، بس قبل ما يسلمها للبوليس اتقبض عليه. فو عارف ان لي بيموت، وبدل ما يقتله فورا خطط لانتقام ألعن هيخليه يتفرج على بنته وهي بتتقتل قدام عينيه. قبل ما يتمسك مستر لي سلم وو ظرف وقال له لو ما رجعتش الأوراق دي لازم تروح لفاي، ومهما حصل الحقيقة لازم تبان. الأيام عدت وجات أخبار لجونج بمكان وو فاي، بس بدل ما يهجم بسرعة جونج أخد وقته عشان يجهز، وبدأ
يمرن رجالته ويتأكد إنهم أقوياء كفاية عشان يقضوا على أخوه. وأول ما الخطة جهزت اتحركوا. الفريق طلع على معسكر الشط، بس وو حس بالخطر قبل ما يهجموا. أخد في وهربوا للغابة اللي جنبهم. المطاردة بدأت والمجرمين بدأوا يقربوا واحد ورا التاني، بس وو كان بيوقعهم بدقة وسرعة. رغم كده الحمل كان تقيل على راجل واحد، وفي وسط الفوضى دي في اتمسكت. وو جري وراها وهو مصمم إنه ما يضيعهاش تاني، وتابعهم لحد مخزن قديم مهجور. وأول ما دخل وقع في الفخ. قيد حديد اتقفل على رجله وربطه للأرض. فورا واحد من رجالة جونج اتقدم وهجم عليه، ومسك نفس السلسلة اللي ربطاه واستخدمها عشان يقضي على الراجل. مجرم تاني ظهر وقعد يلوح بالسلاح في الجو وقدر يقطع خصلة من شعر وو، بس المقاتل فضل مركز. مع كل خصم جديد كان بيفادي ويصد ويكمل حركة. وفجأة راجل عملاق ظهر قدامه، طويل وضخم وبمنتهى الجبروت. مسك وو من رقبته ورزعه على الأرض زي العروسة اللعبة، وكان هيدوس عليه برجله، بس وو اتفادى الضربة في آخر لحظة وقام بسرعة واداله الدبل كيك في نص صدره، خلته يرجع لورا وهو مش متزن. بس مفيش وقت للراحة لأن الأعداء بدأوا يزيدوا من كل جهة، ورغم مهارته العدد غلبه المرة دي. العملاق رجع تاني ومسك السلسلة اللي في رجله وو وقعد يجره على الخرسانة بقلب ميت، وجوم 2 كمان كتفوا رجله التانية وعلقوه شقلباظ، وبقى وو عاجز تماما وهجموا عليه بضربات وحشية من كل ناحية. رغم الوجع وو رفض يستسلم، وبمنتهى قوة الإرادة عدل جسمه وضرب شوية ضربات قوية ونظيفة، وكان هيقلب الترابيزة عليهم لولا إن عددهم كان كبير جدا. وقع في الأرض تاني وشاف في وهي بتترفع في الجو بحبل وصراخها مالي المكان. المجرمين هجموا عليه بالسكاكين والسيوف وهو بيفادي بدقة وسلاسة، لحد ما العملاق هجم عليه تاني وشاله ورزعه فوق كبوت عربية. وفجأة العربية خبطت في حيطة ووو انحشر تحتها وغاب عن الوعي وهو مغمي عليه. الأعداء جروه وسط الغابة، وكان جونج مستنيه في الضلمة ببرود، وفي مربوطة ومجبورة تتفرج على جسم وو وهو بيترمي قدامها. من غير ولا كلمة بدأوا يضربوه بالكواريك اللي حفروا بيها قبره، ووو مستحمل لحد ما جونج قرب واداله بوكس متين في صدره رماه هو الحفرة، ومن غير تردد بدأوا يردموا عليه وهو عايش. في نفس الليلة فو طلع مسدسه وضرب النمر بتاعه في راسه عشان يثبت انه ملوش عزيز ولا غالي، لا ولاء ولا قوة ولا حتى الحاجات اللي كان بيهتم بيها. بس من تحت التراب بدأ وو يتحرك بمنتهى الإصرار. نجح وو انه يحفر طريقه ويخرج من قبره وهو حي، ورجع المعسكر وهو غرقان في دمه. هناك فتح الظرف اللي سابه مستر لي وشاف رسالة فيديو بيحكي فيها الراجل انه بيموت من السرطان، وان كل اللي عاوزه هو العدل لمراته اللي اتقتلت. طلب من وو يحمي في وبلغه انه رتب لها حياة جديدة في مدرسة في فرنسا بعيد عن كل القرف ده. لما وو عرف ان مستر لي كمان اتمسك قرر ينهي الحكاية، وفي لحظة فارقة قلع الجزمة الحديد اللي لابسها بقاله 8 سنين. خبطتها في الارض كانت اعلان نهاية التمرين وبداية الوحش الحقيقي. وو بقى اخف واسرع بكتير، استحمى وظبط شعره وظهر كان يوم بهيئة جديدة تماما، لابس بدلة شيك وجزمة بتلمع، وما بقاش شكل المحارب المتشرد، بقى راجل داخل يخلص مهمة انتحارية. دخل مقر شركة جونج بكل ثبات، والحراس هجموا عليه مرة واحدة، بس وو بعد ما شال 50 رطل من رجله بقى بيتحرك بسرعة البرق. بدأ يفرم فيهم بدقة قاتلة، وبضربة واحدة كان بيوقع أي حد قدامه. استخدم مهارات 108 ركلة حديدية وبقى قوة ما بتتوقفش، لدرجة إن ضربات رجليه كانت بتكسر الدروع الحديد اللي الحراس شايلينها. واحد ورا التاني بيقع لحد ما لقى نفسه جوه قفص النمر القديم اللي ما بقاش سجن ليه، ده بقى الساحة اللي هيخلص فيها على الكل، ومن غير ما يستخدم ايده خالص. الاعتماد كله بقى على رجليه المرعبة، ايديه كانت مرتاحة ورجليه هي اللي قايمة بالواجب كله. قدام جيش من المهاجمين وواقف لوحده، بس ولا حتى فرقة كاملة من المقاتلين المتدربين كانت كفاية انها توقفه. واول ما وقع اخر خصم وكمل طريقه لداخل المبنى ناحية الأوضة الخاصة بتاعة فو. قدام الباب كان في حارس أخير واقف ومستعد ومعاه سيف، وما ترددش، وفي ثواني كان الراجل واقع مهزوم. وباستخدام بصمة الصباع وفتح الباب ودخل جوه الأوضة. كان مستنيه نخبة مقاتلين جونج، هم نفسهم اللي ضربوه وسابوه للموت، بس وو ما بقاش نفس الشخص اللي دفنوه، ده بقى مركز ما بيحسش بالخوف ومستعد تماما. واحدة هجمت عليه وهي رافعة سيفها لفوق، بس وو كان أسرع وبحركة واحدة نظيفة وقعها قبل ما حتى تفكر تضربه. العملاق اتقدم وهو شايط من الغيظ بعد ما شاف شريكته بتقع، وعينه رشقت في وو وهجم عليه بجنون عشان ينتقم. بس وو اتحرك بسرعة وضرب بقوة واداله كذا ركلة حادة في ركبته خلت توازنه يختل. ولما الراجل بدأ يترنح وو نهى الليلة بضربة قاضية في رقبته قطعت عنه النفس وخلصت.  خلصت الخناقة فوريا.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 1
مفيش وقت للراحة. مهاجم جديد دخل عليه ومعاه بلاطين وقاعد يطوح بيهم في الهواء. هجم بأقصى سرعة وهو بيحاول يضرب بالبلاطين في وقت واحد، بس وو قابله بوشه وبخبطة رجل قوية وقف اندفاع الراجل واستخدم نفس القوة دي عشان يطيره لآخر الأوضة. وبعد ما الطريق فضي وو كمل اندفاعه لجوه المبنى وهو مصمم يوصل لجونج. أول ما دخل الأوضة اللي بعدها لقى أكتر حاجة كان خايف منها في ومستر لي محبوسين في قفص وجنبهم وش من الماضي. في اللحظة دي أسوأ شكوك وو اتأكدت. مستر فو اللي ورا كل المصايب دي مش بس زعيم عصابة، ده يطلع أبو وو، نفس الراجل اللي حاول يقتله وهو لسه مراهق. فو فضل باصص للعلامة اللي على دراع وو وهو مذهول لأنها علامة ما تتنسيش. الولد اللي رماه من فوق الجبل من 15 سنة لسه عايش واقف قدامه دلوقتي. زمان فو لمح حاجة مختلفة في ابنه. في يوم وو تعرض لهجوم من ذئب بري وبمجرد نظرة واحدة منه خلى الحيوان يتراجع ويخاف. مستشار فو حذره وقال له إن طاقة وو قوية زيادة عن اللزوم لدرجة إنها عشان تتوازن كل اللي حواليه هيضعفوا. وفعلا بعد ما وو اتولد مرات فو ماتت وكل حاجة في حياته بدأت تنهار. في عقله المريض ما كانش فيه غير تفسير واحد، عشان يوصل للنجاح اللي بيحلم بيه لازم يضحي بابنه. وفي يوم فو أخد الولد لحافة جبل وبص في عينه وقال له إن النجاح محتاج تضحية، وبعدها رماه من فوق وواقف يتفرج عليه وهو بيقع. دلوقتي وبعد السنين دي كلها شايف نفس الولد قدامه حي يرزق. فو ابتسم وكأنه مبهور بيه وقال له إنه عندي مصر، واعترف إنه لولا قسوتي دي ما كانش وو بقى بالقوة دي أبدا. وو رد عليه وقال له إنه كان بيتمرن كل يوم وهو بيتمنى اللحظة دي تيجي وعمره ما بطل تفكير في الانتقام. وأكتر حاجة مفاجأة هي إن العالم طلع صغير قوي والقدر جمعهم بسرعة. فو لما حس إن حياته في خطر مد إيده عشان يمسك مسدسه وسأل وو لو كان سريع كفاية إنه يفادي الرصاصة، بس قبل ما يضرب جونج دخل في النص وصد رصاصة بجوانتياته المعدن. الأوضة كلها سكتت وفو لفله وهو مصدوم وقال له إنه خاين، بس جونج وقف وقفة متينة وما تهزش. شرح له إنه قبل مساعدته زمان بس عشان كان عاوز روح الرجل الحديدية تفضل عايشة، وعمره ما كان قصده يبقى قائد لجيش خاص مجرم. فضل ينفذ الأوامر سنين عشان يرد الجميل، بس لما فو أمره يدفن أخوه وهو حي كده الدين اتسدد بالكامل. جونج لف الوو وتحداه في مبارزة أخيرة وطلب منه مش بغل بس باحترام إنه يوريه الأسرار الحقيقية للرجل الحديدية. والإخوات وقفوا قدام بعض للمرة الأخيرة. جونج بدأ بأول بوكس بس وو فداه بمنتهى السهولة. قعد يصد سلسلة ضربات جياله باستخدام رجليه بس، وبعدها رد بركلة حادة خلت جونج يترنح لورا. فو كان واقف بيتفرج من بعيد والابتسامة مالية وشه. هو مش فارق معاه مين يكسب، كل اللي بيتمناه إن الخناقة تخلص وواحد فيهم ميت. المبارزة سخنت جدا. جونج قادر يدي بوكس متين في فك وو ورد عليه وو بركلة وحشية. الضرب فضل مستمر. جونج صاب وو بضربة تانية بس رد وو كان قاسي وكسر له ضلوعه. وفي الآخر الخناقة وصلت لنهايتها. وو ضرب ضربة أخيرة كسرت عظم ركبة جونج ورمته في الأرض، وهو مهزوم وندمان قعد يتحسر على الطريق اللي ماشي فيه في حياته، وقال إنه لو كان معلمه عامله بنفس الثقة والصبر كان زمانه اتعلم الرجل الحديدية هو كمان. فو بص لدراعه اليمين اللي ضعف بقرف وإدى أمر بارد لحارسه الشخصي اقتله. وأول ما السلاح اترفع جونج لف الوو وبآخر نفس فيه طلب منه يكمل حياته ويحافظ على ورثة الرجل الحديدية وما يخليهاش تموت معاهم. بعد ما فو شاف قوة ابنه عرض عليه ينضم له، بس وو ما ترددش وهجم على الحارس المسلح. صوت رصاصة ضربت في المكان وجت في الجانب الشمال من صدره ووقع وو في الأرض. الحارس قرب وهو فاكر إن خلاص الحكاية خلصت، بس وو رد بضربة وقتله. اتضح إن قلب وو في الناحية اليمين من صدره والرصاصة ما جاتش في مقتل، وهو مصاب بس لسه فيه الروح مشي ناحية أبوه. أخيرا جات له فرصة الانتقام بس وقف مكانه. قتل فو هيخليه نسخة منه ودي خطوة هو رافض يخطيها. بعد أسابيع في زارت قبر أبوها. السرطان قضى عليه زي ما كان خايف، حطت ورد وودعته وجهزت نفسها للسفر لفرنسا عشان تبدأ حياة جديدة. وفي الوقت ده وو رجع للجبل اللي اترمى من فوق وهو عيل، وقف على الحافة ورش رماد معلمه في الهواء. في النهاية وو أثبت إن القوة الحقيقية مش بس في العضلات ولا في الرجل الحديدية. القوة هي إنك تتسيطر على غضبك وما تتحولش لنسخة من اللي ظلموك. لو عجبتك قصة بطلنا وقدرته على الصمود ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من حكايات الأبطال اللي ما بتنكسرش. شكرا على المشاهدة.